البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. اليوم مع فيديو جديد، وصفه جديده، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. خبيزه او كيقول لها بعض الناس البقوله. المهم انا كانت عندي مكونجليه، درتها في الكوكوط، زدت عليها القزبر والمعدنوس وشي 4 الفصوص ديال الثومه. هي كتبغي الثومه والحار كتجي بنينه. هاد الوصفه يا البنات ماشي هي شكون فيها، يعني ديال البرد. هنايا زدت عليهم، حكيت عليهم جوج مطيشات، وزدت نص كاس ديال زيت العود صافي. يعني كتضيفوا في المكونات وهي فوق البوط. وهنا شويه زيت الروميه، يعني الربع ديال الكاس. هي اصلا الخبيزه كتبغي الزيت البلدي. هنا قيمت معلقه صغيره ديال الملحه كما كتشوفوا على الشكل هذا. عرفتي البنات، جات واحد الخبيزه ما نشهيش شكون فيها والله. اللي جربت الوصفه يعني ما تبخلش عليا بجام سبسكرايب بارطاجي مع الفاميله والصحاب ديالها. هنايا نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير، يعني هذه معلقه صغيره، مقدار ديال المعلقه صغير. نص معلقه ديال التحميره. الا بغيتو تجيكم خبيزه بنينه تبعوا الطريقه ديالي ورجعوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم. نص معلقه ديال القزبر مدقوق، كيعطي واحد البنه اللي هي لذيذه في الخبيزه او البقوله. غنزيد عليهم نص معلقه ديال الخرقوم، هذه هي الوصفه ديال مساند رسمي في البرد. هنايا يعني 4 معالق ديال الكمون كيعطي واحد النكهه اللي هي لذيذه في الخبيزه صافي. ونخلوها تشحر مزيان، نخلوها طيب مزيان كما كتشوفوا. هادو هما التوابل اللي ضفت على الخبيزه ديالي. يعني المهم تبعوا نفس الطريقه، والله يا البنات كتجي لذيذه بزاف. المهم اي وحده جربت فيكم تجاوبني في الكومونتير كيف جاتها. من بعد زدت على الحامض اللي هو مصير هادشي كيعطي فيها واحد المذاق اللي زوين. الزيتون، هي اصلا خبيزه معروف بالحامض والزيتون صافي. نسد عليها طيب البنات ونوريكم كيفاش جات ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما سديش في عليها بالكوكوط، هنا طابت. شوفوا تبارك الله كيفاش جات، تبارك الله جات واحد الخبيزه. يعني البنات ما نقولش لكم واحد المذاق اللي فيها كيفاش دار. المهم هذه هي الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميله والصحاب ديالكم. الى وصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامه.